كان الحسين مقطوع من الوريد إلى الوريد. مو بس هذا هاي الكلمات قد ما تذكر لك. رقية شنو شافت برأس الإمام؟ أنت تقرأ المقتل وتسمع أنه أبو الحتوف رماه في حجر فكسر جبينه، آخر رماه في سهم في حلقه، ثالث ضربه في وجهه. هاي كلها أمام رقية وتشوف رأس الحسين بهذا الوضع، وعزيز قلبها وطفلة صغيرة. لذلك لما رفعت المنديل عن رأس الحسين شافت هذا المنظر أمامها، صاحت يا والدي يا والدي والله ضيمة، أنا صير من زغر يتيمة، بويا والنوح من بعدك لجيمة، يا ثار الأب يا ناس خيمة، يفي على بناته وحريمه. يقول لما شافت رأس الحسين قالت أبا يا حسين من الذي قطع الرأس الشريف؟ أبا يا حسين من الذي خضب شيبته؟ يا أبا من الذي يأتمني على صغري؟ يقولوا ظلت تعاتب الرأس، ظلت تتكلم مع الرأس تعاتبه بهذا الكلام لحظات، وإذا بالصوت قد هدأ وإذا بها سكنت. بعض النساء قالت يا زينب لقد نامت على رأس أبيها. قوم شليها، نامت آجركم الله. وإذا بالصوت يأتي من الإمام زين العابدين، قال عم زينب عظم الله لك الآية المغسلة لتغسل جسد رقية بنت الحسين. يقول بمجرد أن جردتها، صاحب الغيرة، بمجرد أن جردتها عن ثيابها امتنعت، هربت، قالت ما أغسلها. ليش سألتها زينب؟ قالت والله أشوف ظهرها أسود متونها سوداء وأخاف أن يكون أخاف أن تصيبني بهذا المرض الذي في متونها، جسدها أسود. يقول وإذا زينب قالت والله ما بها من مرض، ولكن هذه سياط الأعداء على متوننا. أنا بقيت محيرة وصف جبريدي، يا أين لا عباس يبرالي ولا حسين، يا أين يضربوني بنفس وتدمع العين وتبقى والله علينا يا ويصل لعد حامل ضعيف. أبو فاضل هاي زينب هذا حالها، وإن كان ما يعرف ولين علمتي على ما يعرف بها العباس. والله العلام السامنا بتبعنا ويسراه مقطوعة ويمين، يسراه مقطوعة